ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من حكاية نجم. معاكم احمد علي. باذن الله النهارده نتكلم باختصار عن دوري ابطال افريقيا، مجموعه نادي الاهلي ومجموعه نادي الزمالك. نادي الاهلي ونادي الزمالك صعدوا لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. سان داونز والهلال السوداني، القطن الكاميروني. سان داونز انا ما اعرفش، كل سنه لازم نلعب سان داونز سواء في دور المجموعات او في دور ربع النهائي او في دور ال 16. يعني عاوز تبوظ شرع ربنا. باذن الله نحط على سان داونز ونحط على الترجي كمان، ازاي بقى؟ سواء الاهلي او الزمالك، وباذن الله الاثنين هيصعدوا. على مهلك يا عم، ما تقوليش الكلام دوت. ده انا من عيله بيه ومن بيه. فهي دي مجموعه النادي الاهلي. مجموعه نادي الزمالك الترجي التونسي، المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري. مجموعتين مش سهلين اكيد. يا راجل كل التوفيق للاهلي والزمالك في دور المجموعات، وباذن الله الاهلي والزمالك يصعدوا لدور ال 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا. ادري اني سحب الوضع ريلاكس ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. واكتبوا لنا في التعليقات، هل الاهلي والزمالك نشوفهم في النهائي تاني؟ لا يا رشدي. الاهلي والزمالك مستعدين اكبر استعدادات، سواء بلعيبه. خلاص الاهلي اتم كل الصفقات اللي هتنجحه في دور الدوري ابطال افريقيا، وكمان نادي الزمالك برضو هو الاخر معاه كل اللعيبه اللي تنجحوا في دوري ابطال افريقيا. يا رب الاهلي والزمالك يصعدوا لدور ال 16 ونشوف الفرق المصريه بتكمل كل سنه وبترفع راس مصر.